تخيل دماغ الراجل بتبقى عامله زي اوضه فاضيه ما فيهاش غير زرار عامل زي زرار الكهرباء اون واوف. لما بتدخل مشكله النور ينور، المشكله تتحل النور يطفي، شكرا بيرجع لوضع الستاند باي. دماغ الست مختلفة شوية، بتبقى أوضة بس عاملة زي أوض المراقبة، شاشات كتير كلها بتبقى شغالة في نفس الوقت. لو جوزها خرج من البيت شاشة بتدي ألارم، ها هيرجع إمتى؟ شاشة تانية طب هو راح فين؟ شاشة تالتة بتسأل طب هو كان زعلان؟ شاشة بتحسب طب أنا هعمل غدا إيه النهاردة؟ أسلاك وكهرباء ومشاعر كلها متصلة ببعض وشغالة في وقت واحد. لو فهمت ده هتعرف إن الست مش بتبالغ في ردود أفعالها، هي مصممة للتواصل. والراجل مش بارد، هو مصمم يحمي نفسه من الانهيارات العاطفية، لأن الانهيار بالنسبة للرجالة مش اوبشن. كل اتنين بيتجوزوا بيجمعهم نظامين عصبيين مختلفين، ربنا خلق اختلاف العقول ده عشان نكمل بعض مش علشان نتخانق. انت لما تشوف ده بوعي قدامك وتفهم كيفية عمل عقل المرأة هترتاح وتريح.